مريم ذات 12 ربيعا نقلت إلى المركز الاجتماعي تيتمليل بتدخل من السلطات المحلية. تعاني من إعاقة ذهنية وجسدية وإهمال بالغ نتيجة تخلي عائلتها بالتبني عنها. السيدة جابوا لي نهار الأول، جابوا لي في الليل، جابوا لي مع شي 11 ونص الليل، جابوا لي صيغة الإسعاف، قالوا لي بأن كانت تخلاو عليها شي ناس وكانوا سادين عليها في شي بلاصة في سيدي مومن. هي ديك دخلت الدريه تتخاف، تبقى ديك الليله ما نعسناش بعدا معها، بيتها اللي كله هي تتغوت. كانت ماشي عاديه، ماشي انسانه كانت مستقره في البيت ديالها. اثار ضرب، اثار ديال، ومن بعد ما عينها الطبيب وعينها ولات حالتها مستقره كما كتشوفوا، شبه مستقره. بحي سيدي مومن عاشت الطفلة مريم حبيسة بجدران هذا البيت. قبل وفاة أمها بالتبني تركتها بين يدي أسرتها مقابل الاستفادة من مردودية مأذونية كانت بحوزتها، قصة يؤكدها أحد الأقارب وينفيها آخر. هذا هو كذاب اختي، هذا اقسم لك والله لا كذاب. الاخ ديالي كيضل خدام في القهوه ديالو، كيجي من الليل لليل. المراه ديالو هنايا معتقلها في هذا البيت هذا، مسيجه في هذا الشرجم هذا، دايره ليها الحزام من هنايا همزه. هو يقول خاصو يذكر هذا الشيء قبل ما تجي هذا الشيء اللي كاين اختي، هذا الشيء قبل ما تجي يجبد هذا الشيء. كانتش اي حاجه، الكسوه هي الاولى قبل ما نكسي ولادي، نكسيها هي الاولى. كانت واكله شاربه مزيان، الكريمه كتنفع منها هي، عندها غير ليكوش 50,000 في الشهر ليكوش، والماكله من عندي انايا ومن عند المراه. باش يكذبوا راه كذوب، غنديو غير الشبر. تعد مريم أصغر مستفيدة بجمعية دعم المركز الاجتماعي تيتمليل. بعد أن التحقت به منذ شهر تنتظر الفرج، ربما تجد قلوبا رحيمة تنسيها ما عاشته السنين الماضية وتنقذها من مجهول ينتظرها.